أهلا بك. عندما تبتسم فجأة بدون أن تسمع أي شيء مضحك وبدون أن تفكر بأي شيء يجعلك تبتسم، ولكنك تشعر بالراحة ورغبة في الابتسام، مع أن الأمر قد يكون محرج في بعض الأحيان، وخاصة إن كانت هذه الابتسامة في وقت غير مناسب. فهذه علامة مهمة تدل على أن في تلك اللحظة يوجد شخص يفكر بك باستمرار. يقوم الشخص الذي يفكر بك بتتبعك وتتبع أخبارك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال متابعة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الإنستغرام أو الفيسبوك، والمبادرة بالإعجاب والتعليق على كل منشوراتك، أو إرسال في بعض الأحيان بعض الرسائل لك. عندما تكون متصلا بالإنترنت فهو أول شخص يقوم بالتكلم معك، وإذا قمت بالرد عليه فإنه يستمر في المحادثة ويبدأ في أن يطمئن عليك ويسأل عن أحوالك. عندما تفكر أنت في شخص ما وأنت لست بأجواء تذكرك به أو لك معه ذكريات، فهذه علامة واضحة على أن هذا الشخص يفكر فيك أنت أيضا. إذا تكلم معك في الصباح بمجرد استيقاظه وكان أول شيء يفعله في الصبح هو مراسلتك، فهذا يعني أنك أول ما يفكر به عند استيقاظه، فهذا دليل واضح على حبه لك وعلى أنه لا يتوقف عن التفكير بك. يعد الاهتمام من أهم وأوضح العلامات التي تدل على حب وتفكير الطرف الآخر بك، بل ويتخذ البعض منها وسيلة مثلى للتلميح بمشاعره والتقرب إليك أكثر. إذا وجدت ذلك الشخص يسألك، يتحدث ويطمئن على أشياء لا تذكر أبدا أنك أخبرته بها بشكل مباشر، فهذه إشارة ودليل واضح على أنه لا يتوقف عن التفكير بك، وعلامة مؤكدة تدل على أنه دائما يفكر في أحوالك وفي كل أمورك الخاصة. يقول علماء النفس أن تفكيرك المستمر في شخص ما سيكون بسبب علاقة قديمة أو جديدة بينكما، فلا يمكن أن تفكري في شخص لا تربطك به صلة أو علاقة قوية.